بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الأم معروف إن هي المدرسة الأولى اللي بيتعلم فيها الطفل القيم والمبادئ الأساسية اللي بتشكل شخصيته وتوجهه وسلوكه طول حياته. الحقيقة من أول اللحظة الأولى اللي بيفتح فيها الطفل عينيه على الدنيا كلها وعلى العالم كله، بتكون الأم هي المرشد الأول والمربي الأول للطفل ده. بتقدم له الحب والاهتمام والحنان والرعاية والتربية. بتقدم له كل حاجة ممكن إنسان يقدر يقدمها لإنسان تاني. الحقيقة بتعتبر الأم هي أساس المجتمع، لأنها اللي بتربي الأبناء وبتربي القيم اللي هيتعامل بيها الأبناء بعد كده مع بعضهم البعض ومع المجتمع. لكن مع الأسف الشديد لقينا بعض الأسر وبعض الأمهات بدأت تستعين بالمربيات اللي هي تقوم بدورها هي كأم في البيت. يعني المربية هي مش بتقوم بدور الرعاية فقط، لأن في فرق ما بين الرعاية وما بين التربية. الرعاية إن احنا نأكله ونشربه ونحميه نعلمه، اللي نعمل له الواجبات، نعمل معاه الواجبات. ولكن أمور التربية تختلف تماما عن أمور الرعاية. فأصبح الاعتماد على المربيات في تزايد شديد جدا في العديد من الأسر. طيب، الاعتماد ده خلى في تحديات كتير برزت داخل الأسر دي، زي مثلا إن الأبناء أصبح ارتباطهم العاطفي والنفسي بالمربيات دول أقوى من الارتباط بالأمهات، وإن كمان أصبح إن الحالة النفسية ما بين الأبناء وأمهاتهم فيها عدم توازن في بعض الأسر. لأن في أمهات هتقول لا، أنا الحمد لله أولادي كويسين ما عندهمش أي مشكلة وعلاقتهم بالمربية عادية جدا، والبعض الآخر لا، وقع في المشكلة الكبيرة دي. أصبح الآن بعض الأمهات عندهم بدل المربية 2 و3 و4 بيقوموا بشؤون البيت كلها جدا. طيب، المربية لما هي هتقوم بشؤون البيت ممكن الخاصة من التنظيف والترتيب وما إلى ذلك، تمام، ده مقبول. ولكن أبنائك لما هي تقوم بشؤونهم كلها، الأمور التربوية، وبعض القصص اللي بنسمعها إن البنات أصبحوا بيحكوا للمربيات ما يخصهم هم الجانب العاطفي ومرحلة المراهقة وما إلى ذلك، مش بيحكوا لأمهاتهم، بيحكوا للمربيات. النهاردة حديثنا في قوارير هنتكلم عن دور الأم في بيتها مع أولادها، إيه أثر وجود المربية في البيت على الأبناء. لما المربية تقوم بكل حاجة، دورها في الرعاية ودورها في التربية ودورها في البيت، طيب الأم هيكون دورها إيه؟ بتعمل إيه؟ منين أصلا جات لنا فكرة المربية دي علشان تقوم بشؤون البيت كلها؟ والبعض الآخر بيطلق عليها اسم مديرة المنزل. لما هي مديرة المنزل، حضرتك ست البيت الأم والزوجة، ايه وضعك في البيت وبتعملي ايه؟ كل التفاصيل دي ان شاء الله هنعرفها مع ضيفتنا الفاضله اللي مشرفانا، الاستاذه خديجه برهان، المستشار الاسري والتربوي واللايف كوتش. السلام عليكم واهلا ومرحبا يا استاذه خديجه. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى في برنامجك المتميز، واخترتي موضوع صراحة حساس جدا كعادة كل المواضيع، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فيه. اللهم امين يا رب العالمين. بدايه يا استاذه خديجه، قبل ما نتكلم عن الايجابيات والسلبيات وليه بتلجأ الامهات للاستعانه بالمربيات، احنا عايزين نعرف سؤال مهم جدا: من اين اتت فكره المربيه انها تبقى موجوده في البيت ومقيمه كمان وتربي لي اولادي؟ طيب، سبحان الله، يعني لفت نظري أنه أصبح الآن الاسم هو المربية، في حين كان هذا الاسم أصلا هو للأم فقط، يعني فتم تحويله من الأم إلى المفروض أن هي عاملة مساعدة، فأصبحت هي المربية. لما نتساءل اليوم كيف دخلت المربيات في البيوت، لازم نتساءل أين أصبحوا الأمهات؟ ليش صار في مربية أساساً تقوم على تربية الأبناء؟ الأم إيش قاعدة تسوي معناها في حياتها؟ إيش الأدوار اللي قاعدة تمثلها؟ إيش الأهداف اللي هي أساساً قاعدة تسعى لتحقيقها؟
يعني عمره ما كان في التاريخ شيء اسمه مربي أو مربية في داخل البيوت. ممكن بعض الناس تيجي تقول لك في يعني زمان في القديم كان في مربين، لكن المربي ما كان اسمه مربي، كان اسمه مؤدب. كان يدخل البيت مم. حتى يعلم الأبناء وهم لسه قبل ما، لأنه ما في مدارس وكذا، كان يدخل عشان يعلمهم اللغة العربية ويعلمهم القرآن ويفهمهم الثقافة مم. الإسلامية والقيم مم. الإسلامية. يعني يساعد في تنشئتهم التنشئة الإسلامية من جانب معين لا يستطيع الوالدان تغطيته. لكن الجانب المهم جدا في مسألة التربية ونقل الأفكار والمفاهيم للأبناء كان الوالدين هم الذي يقومون به، وتحديدا كانت الأم تقوم وتمارس هذا الدور. هذا مم. الدور الآن مو موجود للأمهات، فأصبحوا يستبدلوا حتى يغطوا على هذه الأشياء، أنه تجي المربية تربي الأبناء. طيب كيف مم. دخلت؟ ليش دخلت؟ معناها الأم مم. إيش قاعدة تسوي في حياتها؟ فأصبح اه. كأنه وجاهة اجتماعية أنه أنا أولادي عندهم مربية تقوم على تربيتهم، بغض النظر بالظبط. طبعا مم. إيش نوع التربية اللي قاعد يتلقوها من مم. هذه المربية. فهذه من المشاكل اللي أصبحت الآن يعني بشكل غير طبيعي وغير منطقي موجودة في واقعنا، في حين إنه أساسا ما كان معروف إنه دخول هذه الأفكار والمفاهيم هذه في حياتنا ووجود هؤلاء الأشخاص داخل البيوت. بالتأكيد بالتأكيد. طيب دلوقتي بعض الأمهات بتسأل، يعني أنا دوري كأم اختزلتوه في إن أنا ألبس وأكل وأشرب وأحمي وأقعد معاه أحضر له شنطة المدرسة وأشوف وأتابع معاه الواجبات، هو ده دوري؟ يعني أنا خلاص أنا كأم هو ده دوري، ولا أنا إيه دور الأم الحقيقي اللي وكل إليها من رب العالمين تجاه أبنائها؟ لو عرفنا اليوم إيش معنى التربية والرعاية راح نفرق بينهم، وما نستقل أبدا هذه المهام الصغيرة التي في عين الأم هي صغيرة إنها قد إيش تأثر معنا. الرعاية هو نحن نقدم اليوم لأولادي الأكل، أنتبه لأكلهم وشربهم ودراستهم ومدارسهم وصحتهم وعافيتهم وإلى آخره، كل هذه مم. الأشياء. مم. التربية هي نقل الأفكار والمفاهيم الإسلامية لهؤلاء الأبناء، طيب بطريقة فنية. طيب اليوم لما الأم تقول هل أنا دوري اليوم أني أنا أجلس أكل وأشرب وأجهز لهم شنطة الأكل وأجلس أذاكر معهم، يعني اختزال كل موضوع التربية في هذه الأشياء الصغيرة، هذا دليل على عدم الفهم والإدراك. مم. بعدين لازم ندرك أنه هذه الأشياء الصغيرة اللي هي مستقلتها الأم هي تصنع روابط نفسية وعاطفية بينها وبين أبنائها. أبنائها مم. كيف يبقوا يسمعوا كلامها ولا توجيهها وإرشادها وهي أساسا ما تعد لهم الطعام، وهي مم. أساسا ما تجلس معاهم، وهي أساسا مثلا ما تغير لهم ملابسهم؟ ما هي هذه الروابط الصغيرة أو الأفعال الصغيرة هي التي تكون، أو هي أساس العلاقة هي اللي الروابط بتوطد العميقة. العلاقة ما بين الأم والأبناء. نعم، أثناء ما هم بتجهز لهم الأكل هي حتعرف ابنها هذا إيش بيحب، بنتها هذه إيش بتحب، إيش اللي تتحسس منه، إيش اللي صحته. فالاهتمام هذا من خلال اختيار نوعية الأكل يدل على الحب، فالحب هذا بينتقل لهم عن طريق الأكل، فهم بيرتبطوا مع الأم بهذا الشكل. لكن الأم كيف بتنظر للموضوع؟ إنه هو مهام فقط، يعني في أعمال منزلية، يعني أو مم. أعمال مم. بسيطة جدا تحد من حركتها، وهي مو كذا. هي مم. هذه تبدو كذا، لكن هي أساس بناء العلاقة النفسية بين الأم وأبنائها. فهنا مم. يبغى لهم الأمهات ينتبهوا لهذه الأفكار اللي هم يتداولوها حتى بين بعضهم البعض أو بين بعضهم أنفسهم. يعني كيف أنا مم. أقضي وقتي كله أجلس أكل وأشرب؟ أنت تأكلي وتشربي حب وحنان وعلاقة عاطفية بالظبط. عميقة. بعدين لما تيجي بالظبط. المهام الصعبة اه. والمهمات العميقة جدا حيسمعوك مم. ويقبلوا منك لأنك أنت هو كمان قدمتي احنا زي ما مش أنت موضوع ان رسلت. احنا بنأكل وبنشرب وبنحمي وبنلبس فقط اللي هو بالأداء الجامد. الأم لما بتيجي بتأكل أولادها أكيد زي ما حضرتك قلتي هي بتأكلهم حنان وبحنان. أسلوبي وأنا يعني حنينة عليه وأنا بلبسه وأنا بحميه وأنا بلعب معاه وأنا بضحك معاه، أنا كده بصنع معاه ذكريات جميلة جدا، مش مجرد إن أنا آلة روبوت بيلبس وبيأكل وبيظبط الواجبات. لا، في كل حاجة أنا بعملها معاه أنا بسيب ذكرى حلوة وبسيب علامة حلوة. والأمهات الشطار بقى في كل حاجة بيعملوها بيدخلوا قيمة كده معينة، بتفتح قصة صحيح. تحكيها، بتتكلم عن حاجة معينة، عن خلق، عن أمور تربوية. فبالتالي أنا مش قاعدة بأكلك مثلا بقالي نص ساعة مستنياك تبلع كل لقمة ولقمة بينهم 10 دقايق وقاعدة جنبك كده وخلاص. لأ، أنا بتكلم معاك، بحكي لك قصة مثلا قصص الأنبياء، بحكي لك مثلا حاجة
في القرآن، بقول لك على حديث، بقول لك على موقف، بسمع منك انت جيت من مدرسة كان عندك ايه. فهو مش مجرد أداة انا بعمله وخلاص. ده يخلينا نروح لنقطة تانية يا أستاذة خديجة. هل أي سيدة أو أي بنت كبيرة يعتمد عليها تقدر تقوم بدور الأم على أكمل وجه؟ طبعا هم يعني يعتقدوا انه ممكن اي احد كبير ممكن يقوم بهذه الاشياء، لكن المساله ما هي كذا. المساله انه ما في اي امراه او اي بنت كبيره تقدر تملا مكانه الامها ابدا، يعني مهما كان. لأن الأمومة ما هي فقط أنه هو مجرد أفعال وأشياء، إنما هو شعور أو شيء، ارتباط نفسي وعاطفي وروحي وتجربة مختلفة تماما. ربما نقول إحنا ربما إذا دخلت هذه المربية في سن صغير جدا، لسه الابن هذا والبنت ما تعرفوا على أمهم، يمكن تملأ مكانة هذه الأم بما سوف تقدمه من اهتمام وحب ورعاية لهؤلاء الأبناء. لكن المفروض انه دور الام هذا او مكانه الام ما بتتعبى، لكن اليوم قاعدين نشوف انه لا والله ممكن استبدال مكان الام طالما هي تخلت عن هذا الدور منذ الصغر واولته واعطته لشخص اخر يستطيع ان يعبئ هذا المكان ويملا هذا الفراغ بقوه كمان. تمام. طيب لو هنتكلم عن الأسباب، إيه هي الأسباب اللي بتخلي الأمهات يلجأوا للمربيات؟ لأن أصبح الأمر ده بتزايد، يمكن في بعض البلدان المعينة الأمر ده كمان زي حضرتك قلتي أصبح واجهة كمان اجتماعية. إيه اللي بيخلي تلجأ لمربية إنها تقوم بدورها هي كأم مع أولادها؟ طيب هو في أسباب كثيرة، ممكن يكون بسبب العمل والانشغال الدائم لهذه الأم فاضطرت تدخل شخص آخر. طبعا في البداية هي ما بتدخلها على أساس انها مربية، هي بتدخلها على أساس انها مساعدة لها في لأولادها. لكن لما تشعر هي أنه هذه المرأة قاعد تقوم بدورها وقاعد تشعر بالراحة في وجودها، تبدأ الأم لا شعوريا تنسحب من هذا الدور، فيتحول الدور كاملا إلى هذه المرأة. أو ممكن يكون الأسباب ضعف الخبرة التربوية. بعض الأمهات تعتقد إنه الأمومة هي إن أنا أكل وأشرب ومش عارف إيه، فخلاص أجيب واحدة ثانية، ما هي فاهمة أبدا عمق مسألة التربية، فبالتالي بتولي الدور هذا لشخص آخر. بعض الأحيان يكون في ضغوطات نفسية تحيط بالأم، ممكن يكون بسبب ممكن مرض نفسي، ممكن بسبب ضغوطات المجتمع، ممكن بسبب ضغوطات العمل، أيا كان الأسباب، فتضطر أنها تدخل هذا الشخص كفترة مؤقتة. لكن قلنا إحنا لما تشعر الأم أنها هي استقرت وأمورها انتظمت وارتاحت، تبقي هذا الشخص وقت طويل جدا. بعض الناس يعتقدوا أن وجود المربية وسيلة للراحة وتنظيم الحياة أو تنظيم الأمور، خاصة الأم اللي يكون عندها أبناء كثير وتبغى تهتم 100% بزوجها، فبالتالي ما تقدر تعطي وقت لأبنائها فتجيب لهم مربية. طبعا هذه كمان إشكالية ثانية في الحياة يعني. فالأسباب كثيرة جدا، وفي الغالب تبدأ، قلنا إحنا الرحلة تبدأ أنه أنا حدخلها بس تساعدني، بعدين أيوة. شوية 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 بتبدأ بالظبط كده، تلاقيها هي اللي قايمة بالدور كله. ايوه هو هذا المشكله. تمام. طيب احنا شفنا الاسباب اللي بتخلي الام تلجأ للمربيه. في الاول بيكون ممكن يكون اسباب منطقيه شويه او مقبوله نظرا لتعب الام في فتره ما، لانشغالها. بعض الامهات بتجيب مثلا لما بتكون ولدت بيبي جديد فمحتاجه حد ياخد باله من الاول، ولو ربنا ميسرها وفتحها على زوجها فالامر ده بيكون متاح بالنسبه لها، واول ما بتبقى تمام هي خلاص بتبدا تعيد يعني لياقتها مره اخرى وتقوم بادوارها تاني. لكن في بعض الناس هتبقى شايفه يا استاذه خديجه ان احنا متحاملين على المربيات وان احنا بنتكلم عنهم بشكل سلبي. هل وجود مربيه في البيت الامر كله بيشمل على السلبيات كلها، ولا ممكن يكون في بعض الايجابيات؟ خلينا الاول نسرد مع حضرتك ايجابيات وجود مربيه في البيت. خلينا نبدا بالحلو الاول وبعدين نبقى نتكلم عن السلبي. طيب احنا اكيد كل شيء سبحان الله في الحياه له وجهين، وجه ايجابي ووجه سلبي. السلبي يظهر لما نحن ما نكون فاهمين الهدف من وجود هذا الشيء، هنا تظهر السلبيات يعني. لكن من ابرز الايجابيات انه الام وجود المربية في البيت يسبب أو يعطي الأم دعم إضافي، خاصة في الحياة الجديدة اللي احنا عايشينها، إنه الناس ما عادت تتشارك الحياة. يعني زمان مثلا ليش ما كان في مربية؟ لأنه اللي بيساعد الأم في تربية أبنائها، وخاصة لما يكونوا كثيرين، ممكن يكون حماتها، يمكن أمها،
يمكن جارتها، يمكن أختها، كانوا يساعدوا المجتمع. الآن لا، صار كل واحد في بيته. فبالتالي وجود هذه المربية بيعطي الأم فرصة أنها تؤدي مهامها اليومية وهي مرتاحة، في شخص آخر توكل له المهام. طبعا الأم الواعية هي عارفة نوع المهام التي توكلها لهذه المربية، يعني مو المهام العميقة مثلا، ممكن تعطي مهام سطحية شوية. طبعا كمان من الإيجابيات أنه لما يكون في أبناء كثير، أو أنه خاصة كمان لما يكون الأب مو موجود وهي تكون مشغولة، وجودها يعطيها شعور بالأمان، أنه في شخص آخر أنا أثق فيه وأولادي مرتاحين معه ويقدر يساعدني. وخاصة كمان لو لقينا أن الأم والمربي أساساً عندهم وحدة فكر، يعني عندهم نفس الأفكار، نفس القيم، نفس يتشاركوا هذه الأشياء، فيصير سهل في وجودها أن هي تعتني بأبنائها وتربيهم، لأنه البيئة ما تغيرت عليهم كثير. هذه من أبرز الإيجابيات، أن الأم هي اللي حتلاقي أحد يدعمها ويساعدها ويقف بجانبها أثناء رحلتها في تربية الأبناء. هذا الجانب الإيجابي. نتكلم بقى عن الجانب السلبي، أبرز السلبيات اللي ممكن تحصل في البيت اللي فيه مربية، وهي مش هقول بتساعد الأم، لا ده بتقوم بدور الأم كامل، سواء كان رعاية أو تربية. إيه اللي ممكن يحصل يا أستاذة خديجة؟ طيب، أبرز السلبيات لو الأم تراجعت عن دورها في مسائل التربية، حيكون في ضعف بين علاقة الأم وأبنائها خلاص، لأنه صارت المربية هذه تقوم بكل الأدوار. فإيش دور الأم هذه كلها؟ فقط اسمها الأم فقط، يعني يا دوبك مساء الخير كيف حالك ومش أخبارك وانتهت القصة كلها. لكن الابن راح يرتبط عاطفيا ونفسيا وذهنيا وبكل جانب مع هذه المربية. كمان عندنا هنا لما تكون المربية من ثقافة وبيئة مختلفة عن ثقافتنا وبيئتنا العربية والإسلامية، حيصير يتأثر بهذه الثقافة الجديدة وسلوكياته، فبالتالي حيكتسب سلوكيات المربية وثقافتها وأفكارها ومفاهيمها. وهذا الشيء نحن نلاحظه في كثير مثلا من الناس لما أبنائهم يخرجوا عن جادة الصواب مثلا، أو أفكار الإسلام، أو يصير فيه إلحاد أو خروج من الدين نفسه أو سلوكياتهم غريبة، اسألي عن مين بربيه أساسا يعني، فبالتالي بيتأثر بالثقافة اللي جاي عليه. كمان عندنا ظاهرة اللي هو ارتباط العاطفي الشديد جدا بالمربية أكثر من الأم، وهذا نلاحظه لما تيجي المربية خلاص انتهي فترة الخدمة حقتها ولا تسافر ولا شيء، يتأثروا الأبناء ويتراجعوا من هذه الأشياء. فبالتالي بدل ما يكون مفروض أن يرتبطوا بأمهاتهم، أصبحوا الآن في الواقع الجديد مرتبطين بالمربيات. والسبب لأن المربية هي قاعدة أساساً قلنا إحنا عبت المكان أو الدور الذي تقوم به الأم بشكل كامل. فبالتالي هذه أبرز السلبيات، وممكن أقوى واحدة اللي هو تأثرهم بالثقافة الخارجية اللي جاية عليهم من برا يعني. ويمكن حضرتك لو تابعتي على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت أكتر من سيدة كانت يعني بتنزل فيديوهات بتحكي فيها إن العاملة أو المربية اللي كانت موجودة في البيت كانت بتعمل ليهم بعض الأسحار، وهذا احنا شفناه في فيديوهات طالعه من بيوتهم، يعني كما هياش شائعات بتتقال. البعض منهم طبعا وليس الكل، لان اكيد في منهم فئه محترمه وده مصدر رزقهم ومصدر يعني اكل عيشهم زي ما بنقول، ولكن اللي بيبقى بعيد عن دينك وبعيد عن يعني عن اخلاقك وعن قيمك، بتلاقيه بيصدر منه تصرفات سيئه جدا جدا ممكن تضرك، وممكن تلاقيهم كمان البعض منهم بيحقد على اهل البيت. صحيح. وهذه من القصص الكثيرة جدا المنتشرة، لأنه الأصل أنهم أساسا كانوا بيأتوا للخدمة داخل البيوت كعاملة مساعدة في البيت، بقدرة قادر تحول دورها من عاملة إلى مديرة منزل، يعني شايلة البيت كله. فبالتالي أكيد يعني هي إنسانة في النهاية تضغط وعندها مشاعرها وعندها ضغوطاتها وعندها، فهي تمارس كل نتائج هذا الضغط على أهل البيت، فتسبب لهم أضرار أكبر من وجودها. يعني دخلوها هم للمساعدة لكن صارت عبء ومصيبة على رأسهم، يعني لأنه دخلت الأدوار في بعضها البعض وما وضعت الحدود. وإحنا قلنا كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب لضده. وهم للأسف في بعض الأسر وبعض البيوت بيضغطوا على العاملة أو المربية بطريقة فجة جدا، اللي هو فوق الاحتمال. يعني برضو احنا شفنا ده سواء من ناس ممكن نكون يعني قريبين وعندهم مربيات بيتعاملوا معاهم ازاي بنشوفهم، والبعض الآخر المربيات دول أو العاملات دول بينشروا على السوشيال ميديا بيقولوا شوفوا احنا بنتعب قد ايه. وآخرهم برضو في شهر رمضان الكريم الفيديو اللي انتشر
جدا ان عامله مصوره كم المطبخ وشكله الصعب جدا اللي المفروض 3 أو 4 من النساء ان هم يقدروا هم يرتبوه وينظفوه، وده متروك لواحده بس هي اللي تعمله. فبالتالي كم الضغط الشديد وتحملهم فوق طاقتهم هو ده اللي بيخليهم يتعاملوا في الاخر بطريقه غير لائقه. الحقيقه يا استاذه خديجه الموضوع ده مهم جدا جدا، وما زال معانا تساؤلات كتير. اعمل ايه لو اولادي يرتبطوا بالمربيه اكتر مني وعاطفتهم تجاهها كانت كبيره؟ نصايح لو انا مضطر اجيب مربيه تنصحيني بايه؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه مع حضرتك في حلقه اخرى، ولكن لا يسعني الان الا ان اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش، على هذا الطرح المميز. وبإذن الله نستكمل مع حضرتك باقي المحاور المهمة دي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله مشاهدينا الكرام تابعونا بإذن الله مع الأستاذة خديجة، هنكمل معاها الموضوع في حلقة أخرى وهنرد على كل التساؤلات وإزاي ناخد احتياطاتنا وإزاي نكون نستفيد ونفيد لو إحنا فعلا مضطرين يكون عندنا مربية بدون ما ننسى دورنا الأساسي إحنا كأمهات. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.